السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب. اليوم عندي وصفة ملفوف الباذنجان بالكفتة. طبعا وصفة كل سهلة وطيبة، اللي ما مجربها يجربها لأن حتعتمدوها. تنفع غدا أو عشاء حسب رغبتكم. قبل ما نبدي بالوصفة، اللي ما مشترك بالقناة يشترك ويفعل الجرس وينطي لايك للفيديو حتى يوصلكم كل شي جديد. ولا تنسون اللي يجربوا الوصفة يكتب لي بالتعليقات. تقدم أما وحدها ويا الخبز أو ويا التمن، بعد كل واحد وذوقه. أنا هنا سويتها ويا التمن لأنه عندي وجبة غدا. نبدي بالوصفة، بسم الله. هنا عندي البهارات: كركم، كاري، فلفل أسود، وبهارات لحم وملح. وعندي حبتين بصل مثرومة ناعم، وشرائح باذنجان مقطعة، ونصف كيلو لحم تقريبا، وطحين. وأيضا أحتاج معجون الطماطم. هخلي الزيت على النار على ما أسوي الكفتة. عندي هنا البصل، أضيف عليه اللحم والبهارات وشوية طحين وأعجنه. البهارات عندي على ملعقة صغيرة، بس الفلفل أقل شوية. مثل ما تشوفون كمية الطحين كلش قليلة، بس على مود يتماسك العجين. هنا كملت عندي الكفتة، وحمى الزيت حقلي الباذنجان. استخدمت زيت غزير على مود تستوي عندي بسرعة. تقدرون تستخدمون كمية أقل. وهنا أنا حقلي الباذنجان على مود يبرد على ما أقلي الكفتة. حقلي كل الكمية، تقريبا استخدمت 4 حبات باذنجان كبيرة. هسه حبدي أشكل الكفتة بهذا الشكل حتى تنلف عندي بسهولة.
هنا كملت عندي كل الكمية مال الكفتة. هسه حبدي أحضر الصوص. ضيف تقريبا ملعقتين زيت أحمس بيهم المعجون. وأحتاج ملعقتين أو 3 معجون طماطم. أحمسهم زين. أضيف عليهم البهارات، كركم وفلفل أسود وملح. أحمس المعجون لحد ما يتغير لونه شوية، ينطي نكهة طيبة. وأبدي أضيف عليه مي. حضيف كوبين مي تقريبا حسب ثقل الصوص اللي انتو تحبوه. أنا حضيف شوي شوية لحد ما أشوف الثخن مالته. ما حبدي ألف. شغلة كلش بسيطة بهذا الشكل. كملت عندي الكمية. حضيف عليها الصوص وأدخلها للفرن تقريبا من 10 دقائق إلى ربع ساعة لحد ما تتسبك عندكم. هذا شكلها النهائي، وألف عافية.